السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. إن شاء الله هنبدأ نحل مع بعض كتاب مندليف. نزل لنا أول جزء فيه الدرس الأول PDF. فتعالوا نشوف مع بعض الدنيا تمشي إزاي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول درس متقسم أجزاء، كل جزء بيشرح أو بيقول أو بيحكي جزء معين من الدرس الأولاني. يعني لو جينا بصينا على أول درس خالص أو أول بارت فيه، هتلاقيه بيتكلم عن مقدمة العناصر الانتقالية والمجموعة الثامنة والسلاسل الانتقالية الرئيسية. هنا بيحاول يصنف لك العناصر بتاعتنا اللي هي الانتقالية، وبيحاول يقول لك إيه أوجه التشابه والاختلاف بين العناصر وبعضها البعض. خلي بالك هنا هو بيتكلم عن عناصر الجدول الدوري الحديث as a general، وبعد كده بيفوكس على العناصر الانتقالية، وبيفوكس بالأكتر على العناصر بتاعة المجموعة الثامنة. خلي بالك المجموعة الثامنة بتشمل 3 صفوف، وبيبقى التشابه بينهم أفقي وليس رأسي. طيب هنا بيقول لك إيه أول سؤال معايا؟ تقع عناصر الفئة دي. هنا ما قالناش العناصر الانتقالية الرئيسية لأن هتفرق معانا قوي. الكلمة دي لو هو قال لك دي وسكت، يبقى هو هنا بيتكلم عن المجموعتين أو ضمن الأعمدة بتاعتهم عاملة إزاي. بص معايا في الجدول. أول حاجة العناصر الانتقالية بتاعتنا بتشغل المنطقة الوسطى من الجدول الدوري الحديث. هنا كده الفئة دي اللي هي هنا، لو قال لك الفئة دي بتشغل المنطقة الوسطى من الجدول الدوري الحديث طيب لو جه قال لك العناصر الانتقالية بتقع فين؟ أول حاجة هو قال لنا عناصر السلاسل بتاعة دي بتقع بين المجموعتين 2A و 3A. أما لو جه قال لك العناصر الانتقالية عندنا بتقع ما بين المجموعة 2A و 2B. ليه؟ لأن العمود الأخير اللي موجود معايا في السلسلة الانتقالية أو السلاسل الانتقالية الرئيسية بيكون عبارة عن عناصر غير انتقالية. عناصر غير انتقالية زي عنصر مين؟ زي عنصر الزنك. واتفقنا علشان نقول ان العنصر معايا انتقالي لازم تكون الدي او الاف مشغولة بالالكترونات وليست مكتملة. يعني ايه مشغولة؟ يعني الدي فيها من 1 إلى 9 إلكترونات، والاف فيها من 1 إلى 13 إلكترون. خلي بالك ده سواء في اول الحالة الذرية او الحالة المستقرة، او في اي حالة من حالات التأكسد بتاعها. وعرفنا برضو او انتوا لسه هتاخدوا او عرفتوا ان العناصر الانتقاليه بتاعتنا بتتميز بتعدد حالات تأكسدها. يعني ايه حالات تأكسدها؟ يعني عندها قدره على فقد الالكترونات. بنفقد من فين الاول؟ بنفقد من الاس، وبعد كده بنفقد الالكترونات من الدي بالتباع. طيب نرجع نشوف هنا هو قصده ايه. هنا بيقول تقع عناصر الانتقاليه في الجدول الدوري الحديث ضمن الاعمده. ضمن الأعمدة إيه؟ يعني العمود بتاعها رقم كام؟ إحنا اتفقنا إن الإس بتاخد العمود 1 2، وبعد كده بتبدأ الدي معانا تظهر من العمود رقم 3 لحد كام؟ إحنا هنا بيتكلم عن الدي بصفة عامة، ما حددش انتقالي ولا لأ. يبقى العمود رقم 3 لحد العمود رقم 12. طب جبنا ال 12 دي منين؟ أول حاجة العنصرين اللي معايا دولت أو العمودين اللي معايا دولت فئة اس عندها اوربيتال واحد، وكل اوربيتال بيشبع ب2 إلكترون، يبقى عندها مجموعتين، بيبقى معانا عمودين. الدي عندها 5 أوربيتالات، وكل أوربيتال بيشبع ب2 إلكترون، يبقى 10. إذا أنا لما أجي أتكلم عن عناصر الفئة دي بتقع من أنهي مكان بالظبط، هقول إن هي بتقع من ضمن العمود رقم 3 لحد 12. طيب بيجي بعد كده يقول لك إيه؟ أي من الأزواج التالية يكون التشابه في الخواص. الحتة دي كويسة جدا، لأن هو هنا بيلعب على إيه؟ بيلعب على إنك فاهم المجموعة التامنة ولا لأ. لو جينا نتكلم عن التشابه في الخواص بتاعهم هيكون بين مين ومين كبير،
هنبص على التشابه الأفقي وليس الرأسي. يبقى هنا هو بيحكي عن مين؟ بيحكي عن المجموعة الثامنة. ليه؟ لأن التشابه أفقي وليس رأسي. طب مين أكتر عنصرين بيبقوا متشابهين مع بعض؟ لو جينا بصينا هنلاقي إن الكوبالت والنيكل بيبقوا موجودين من المجموعة الثامنة، وهم عندهم تشابه أفقي أكتر من التشابه الرأسي. بعد كده بيقول لك تظهر العناصر الانتقالية الرئيسية في الجدول الدوري من بداية من الدورة. أول عنصر انتقالي بيقابلنا في الدورة الرابعة بعد عنصر مين؟ بعد عنصر الكالسيوم. أول عنصر معانا في العناصر الانتقالية هو مين؟ هو عنصر السيزيوم. عدد الذري كام؟ 21. يبقى أنا أول حاجة عايز الدورة بتاعتنا تبقى الدورة أنهي؟ الرابعة. إذا الدورة الثالثة مش معايا. الدورة الرابعة المجموعة أنهي؟ مجموعة 1 بي؟ لا، هتبقى المجموعة كام؟ مجموعة 3 بي. طيب، العنصر الذي ينتهي توزيعه الإلكتروني ما بين التوزيع الإلكتروني مديهولك لحد هنا كده، ده قصده بيه عنصر الأرجون. طب وبعدين الفور اس 1 3 دي 5 هنا بيتكلم عن عنصر مين؟ لو جينا حسبنا العدد الذري هنلاقي إن العدد الذري هنا 24. مين العنصر اللي عدد الذري 24؟ هو الكروم. واحنا اتفقنا ان العنصر الكروم 24 من العناصر الشاذة في التوزيع الإلكتروني بتاعها، بمعنى ان عشان تصبح الذرة بتاعتي اقل طاقة واكثر استقرارا لازم تكون الدي فيها 5 الكترونات بالنسبة للكروم، وبالنسبة للنحاس يا اما نص الدي بتكون فيها، يا اما نص ممتلئة في حالة الكروم وعيلته او العمود بتاعه، وفي حالة النحاس وعيلته او العمود بتاعه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف الدورة. لما بحدد الدورة ركز يا سنة تالتة، الدورة بدور على اكبر رقم قبل الاس. قبل الاس، اكبر رقم قبل الاس. فين اكبر اس معايا؟ هلاقيها 4. يبقى انا دلوقتي معايا الدورة الرابعة. الدورة الخامسة مش هتنفع، الدورة الخامسة مش هتنفع. حلو. طيب علشان احدد المجموعة باخد الارقام اللي موجودة او عدد الالكترونات اللي موجودة في الاس زائد الدي. انا معايا هنا 1 الكترون زائد 5 6، يبقى المجموعة دي يعني ايه؟ 6 بي. او ليها شكل تاني اللي هو في ومعاها واحد جنبها من ناحية اليمين، هيبقى في بي. تمام. يبقى الدورة بتاعتنا هتبقى ايه؟ دي. لو الاي هي اللي قبل الفي معناها 4، والكلام ده غلط. احنا دلوقتي لما جمعنا الالكترونات اللي موجودة في الاس والدي لقيناهم 6. إذا الدورة هتبقى الدورة الرابعة، المجموعة 6 بي. العنصر إكس ينتهي تركيبه الإلكتروني. العنصر إكس ينتهي تركيبه الإلكتروني ب AR 18 4S 2 3D 7. ولذلك بص معايا، أنا دلوقتي معايا ال 4S فيها 2 إلكترون، وال 3D فيها 7. لما أجي أجمعهم على بعض هلاقي، لو أنا عايزة أحدد رقم المجموعة يعني، هلاقي إن العدد أو المجموع بتاعنا 9. طيب أنا لما جينا بنشرح العناصر المجموعة التامنة قلنا لو طلع المجموع بتاعنا 8 أو 9 أو 10، يبقى كده حضرتك بتتكلم عن المجموعة التامنة. ودي ما بتاخدش حرف بي. ليه؟ لأن التشابه بينهم بيكون أفقي وليس رأسي. طيب بيقع في الدورة الخامسة. لو جينا بصينا كده هنلاقي ايه؟ ان انا قايله لكم من شوية عايزة احدد الرقم الدورة بدور على اكبر رقم قبل الاس. وهنا اكبر رقم قبل الاس 4 مش 5. يبقى الاجابة 1 غلط، الاجابة 2 غلط. طيب يقع ضمن مجموعة تتكون من 3 أعمدة. الإجابة دي هي اللي هتبقى صح، لأنه هنا بيتكلم عن المجموعة الثامنة. طيب يقع ضمن العمود التاسع؟ لا. العمود التاسع اللي هو قصده العمود التاسع من الفئة دي؟ لا. ليه؟ لأن لو العمود التاسع هو قصده كده المجموعة 1B، وهو مش موجود في المجموعة 1B، يعني هو مش نحاس. إذا الإجابة د برضو مش هتنفع معايا. فالإجابة في رقم 5 هتبقى الإجابة ج. بص بقى معايا في السؤال اللي بعد كده. بيقول لك إيه؟ بسم الله. ركز في السؤال ده. بيقول لك إيه؟ أول حاجة X
فيها ان اس واحد، ان ناقص واحد دي فيها 5 الكترونات. لو انا عايز احدد المجموعة، وتقريبا هنا في الخيارات بتاعتي هو عايز المجموعة بتاعت العناصر بتاعتي، اذا الاكس موجود في انهي مجموعة؟ 5 زائد 1 6، يبقى الراجل ده موجود في المجموعة 6 بي. طب انا عايز الشكل اللاتيني للعنصر اللي معايا، هتبقى في وبعدها اي. في الحالة دي هيبقى في اي بي. طيب اللي بعديها هتبقى ان اس 2 دي، ان ناقص واحد دي فيها 5، يبقى 2 زائد 5 7. 7 ده يعني مجموعة 7 بي، اللي هو زي المنجنيز. طب أنا عايز الشكل اللاتيني بتاعنا في واحد واحد أو اي اي، وجنبهم بي. طب اللي بعديها فيها ان اس 2 وان ناقص واحد دي، دي فيها 2 إلكترون. عايزة أحدد الرقم بتاع المجموعة، هيبقى الرقم بتاعنا 4 بي. هيبقى الرقم بتاعنا 4 بي، أو الفي وقبلها اي بي. طيب يبقى الإكس في وبعدها واحد، الإكس في وبعدها واحد، يبقى ألف مش نافعة ودال مش نافعة. يبقى أنا كده معايا 1 بي وفي وبعدها 1 بي وفي وبعدها 1 بي. اللي بعد كده الواي هتبقى في وبعدها 2 اي بي، يبقى دي ماشي شغاله معايا هما الاثنين. بعد كده الفي وبعدها واحد، يبقى المجموعه السادسه لا. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى جيم. ليه؟ لان انا قلت لك من شويه ان عشان اكتب رقم لاتيني والرقم ده هيبقى 4، الواحد او الاي قبل الفي، يبقى الاجابه عندي جيم. طيب بعد كده التركيب الإلكتروني للعمود القبل الأخير من عناصر دي ينتهي ب. مقصود بكلمة العمود اللي قبل الأخير ده اللي هو المجموعة 1B. وخلي بالك هو ما قالش عناصر انتقالية، لا ده هو حدد لك هنا في الكلام ده إن دي بصفة عامة، يبقى هو مقصود بيها المجموعة 1B. طب أنا عايزة مثال علشان أقدر أحدد. تعالوا ناخد العناصر اللي موجودة في 1B واللي موجود معايا في السلسلة الانتقالية الأولى، اللي هو النحاس CU 29. وزع، هيبقى أرجون 18، وبعدين 4S1، 3D10. عايزة بقى الصيغة العامة للعمود ده. خلي بالك اللي بينطبق على عنصر من العمود بينطبق على الكل. لو جينا بصينا هنا هنقول ان اس واحد، وبعدين ان ناقص واحد، الدي فيها 10 إلكترونات. طيب هنشوف بقى الخيارات بتاعتي. خلي بالك عنصر النحاس من العناصر الشاذة في التوزيع الإلكتروني بتاعها، يعني ما ينفعش ان انا احط الاس فيها 2 إلكترون والاس 3 دي فيها 9. يبقى الإجابة بتاعتي ألف وباء مش هتنفع. طيب تعالى نشوف جيم، هيبقى ان اس واحد وبعدين ان ناقص واحد دي 10. طيب اللي بعديها ما تنفعش ليه؟ لانك لو اخدت بالك وانا بوزع الاس هلاقي 4 اس واحد وبعدين 3، معنى كده ان انا نقصت من الاربعة واحد ما نقصتش اتنين، يبقى الاجابة د برضو مش نافعة. طيب السؤال الثامن بيقول لك في المجموعة الثانية عشر، يبقى هو هنا كان بيتكلم معاك عن العمود القبل الأخير اللي هو المجموعة 1B، اللي هي المجموعة 11. أما هنا المجموعة الثانية عشر اللي هي بعديها على طول. حلو. التركيب الإلكتروني بتاعها إيه؟ لما تحتار قوي هتعرف إن ال 12 ده معناها إن هو بيتكلم عن المجموعة 2B. وخلي بالك المجموعة 2B دي هناخد العنصر اللي موجود معايا في المنهج اللي هو الزنك، أدي 30. وبعدين هتبقى AR 18 و4 S2 3D 10. طب أنا عايزة صيغة عامة، قال لك ان اس 2 وان ناقص واحد، دي فيها قد ايه؟ 10 إلكترونات. طب فين الإجابة في الكلام ده؟ لو جينا بصينا على أول واحدة مش نافعة، والإجابة ألف مش نافعة، الإجابة باء مش نافعة، الإجابة جيم هي اللي صح. وتعالوا نشوف الإجابة دال. الإجابة دال بيقول لك إن اس واحد لأ، هو الزنك فيه 2 إلكترون في المدار الأخير، إذا برضو دال مش هتنفع. تقع
عناصر السلسلة الانتقالية. ركز بقى، هو هنا كده بدأ يقول لك ان انا معايا عناصر انتقالية. عناصر ايه؟ انتقالية، او السلاسل الانتقالية. هنا بقى جاب لك الجدول الدوري كله. احنا اتفقنا ان انا معايا 1A وبعدين 2A، وبعدين في النص معايا كده الدي، لان هي دي سلاسل الانتقالية، وبعدين 3A اللي هو احنا كده رايحين عند الفئة B، وهكذا. طيب، لو جه قال لك عناصر السلاسل الانتقالية، هو ما حددش هو العناصر دي انتقالية ولا غير انتقالية. لو قال لك سلاسل وسكت يبقى قصده المجموعة 2A و 3A. إنما لو قال لك العناصر العناصر الانتقالية للفئة دي، يبقى العناصر الانتقالية للفئة دي في الحالة دي هتبقى بتقع بين 2A و 2B. نركز في الحالتين تاني. لو قال لك السلاسل كلها بصفة عامة يبقى بين مجموعة 2A و 3A. طب لو قال لك بين العناصر الانتقالية وسكت، يبقى هو عايز انتقالي بس، يبقى في الحالة دي هتبقى بين ال 2A وال 2B. طيب، هتبقى بين ال 2A وال 2 وال 3 وال 3A. ال 2B وال 3A غلط، الإجابة دي مش نافعة. هتبقى بين مجموعة 1B وال 2A، لا. طيب، بين مجموعة 1B ومجموعة 2B مش نافعة أكيد. هنا بيقول لك بين المجموعة 2A و 3A. طيب، بعد كده بيتكلم معاك على سؤال رقم 10. لو جينا بصينا هنا بيقول لك أمامك مقطع من الجدول الدوري به رموز افتراضية. احنا ما نعرفش العناصر دي مين. بالإضافة إلى عنصر الكالسيوم، يبقى مفتاح الحل اللي معايا أو اللعبة بتاعتي هتبدأ من عند الكالسيوم. الكالسيوم بيبدأ من الدورة الرابعة، وبيبقى البداية اللي بعده على طول في نفس الدورة عناصر انتقالية رئيسية، بيبقى بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرع 3D اللي هي سلسلة انتقالية أولى. طب اللي تحتيها هتبقى في الدورة الخامسة والفور دي. طيب، اللي بعديها سلسلة انتقالية ثالثة 5D. هو هنا بيقول لك ايه؟ انا عايز من العناصر اللي في الجدول ده ممكن نبقى بنوزع فيها الفور دي. لو جيت بصيت على الفور دي، خلي بالك انت اللي تحت الكالسيوم دول كلهم موجودين في المجموعة 2A، مش عناصر انتقالية، انا باخد اللي بعدهم. طيب، الفور دي يعني عنصر الاكس وعنصر السي وعنصر الدي. بدور على في الخيارات بتاعتي على عناصر اكس وسي ودي. انا معايا هنا اف واي مش نافعه، اي وبي مش نافعه، سي ودي ممكن تمشي معايا. طيب، اتش واي هو هنا بيتكلم عن 5 دي، هتنفع برضو مش هتنفع. نرجع بقى، بيقول لك ايه؟ مجموعة العناصر التي ينتهي تركيبها الإلكتروني NS2. حلو، لسه اخدين حاجة شبهها من شوية. N ناقص واحد دي فيها 10. أول حاجة ده هتبقى المجموعة 2B. رقم المجموعة أو رقم العمود رقم 12. ودي بتبقى عناصر ما بعد الانتقالية. طيب، تقع في المجموعة 1B؟ لسه قايلين لا. تقع في المجموعة 2B؟ تقع في المجموعة 2B. تقع جميعها في الدورة الرابعة؟ لا، ده هو هنا جاب لك رمز العمود كله. يعني أي حاجة تحت العناصر دي بتدينا نفس التركيب الإلكتروني للغلاف التكافؤ اللي هو الغلاف الخارجي. تقع جميعها في الدورة الخامسة؟ ممكن تقع في الدورة الرابعة والخامسة والسادسة. فمش هينفع نحدد الدورات إلا لو هو جايب لي في الإس رقم. تمام. السؤال اللي بعد كده، يقع العنصر الذي تركيبه الإلكتروني 5s2. نفس القصة 5s2 4d 10. تعال نحددها. والله لو هو طالب مني الدورة، هتبقى الدورة الخامسة. ليه؟ لأن أنا قلت عشان أحدد الدورة اللي معايا الدورة أكبر رقم قبل الإس. طب لو عايز أحدد المجموعة، هاخد الرقم اللي موجود في الإس زائد الدي وأجمعهم على بعض. 10 زائد 2 هيدينا 12. 12 ده بيمثل العمود بتاعنا رقم 12. هيمثل المجموعة أنهي؟ هيمثل المجموعة 2B، وتسمى عناصر ما بعد انتقالية. طيب، يقع في الدورة الخامسة تمام، والمجموعة 12 صح.
ضمن العناصر السلسلة الانتقالية التالتة بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 5D، إذا الإجابة دي غلط. طيب تعالوا احنا بس نعلم، احنا الإجابة بتاعتنا ألف على فكرة هو وقع في الدورة الخامسة زي ما احنا قلنا، والمجموعة 12 في الدورة السادسة أكيد لأ. ضمن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى لأ، لأن هو لو في السلسلة الانتقالية الأولى هينتهي بال 3D. طيب بعد كده بيقول لك عنصر ينتهي توزيعه الإلكتروني في 5s فيها واحد إلكترون، وال 4D فيها 5 إلكترون. حلو. طيب أنا عايز إيه؟ أول حاجة لو أنا شايف هو هنا بيتكلم عن الدورة والمجموعة، نرجع تاني قال لك الدورة أكبر رقم قبل الإس. أكبر رقم قبل الإس عندنا هنا كام؟ 5، يبقى الدورة الخامسة. عايزين المجموعة. المجموعة عندي هاخد الرقم اللي موجود في الدي زائد الاس، 5 زائد 1 هيدينا 6. 6 ايه؟ 6 بي. احنا بنكتب مع الكل بي ما عدا المجموعة التامنة، يبقى هنا 6 بي. طب الشكل اللاتيني ليها ايه؟ في وبعدها اي وبي. يبقى هنا المجموعة 6 بي والمجموعة 6 بي، يبقى الباء والجيم غلط. والدورة الرابعة ولا الدورة الخامسة؟ لا الدورة الخامسة. ليه؟ لأن أكبر رقم قبل الإس عندي 5، يبقى الإجابة عندي إيه؟ الإجابة عندي جي. طيب ألف مش هتنفع. سؤال 14، أي العناصر التالية صحيحة؟ نركز بقى في السؤال ده. هنا بيقول لك إيه؟ العنصر الذي عدده الذري 45 هو عنصر انتقال يقع في الدورة الثابتة. تعالوا نبص على الجدول. هنا بيقول لك 45، ادي معانا 39 40 41 42 45 اللي هو روديوم. شباب، ال 45 ده بيقع في الدورة الثابتة؟ لا ده هو بيقع في الدورة الخامسة، يبقى الإجابة عندي هنا إيه؟ الإجابة دي غلط. طب أنا لو مش معايا حاجة بقى بعرف منها الكلام ده، الجدول بيبقى موجود معاك في كتاب المفاهيم، وما تقلقش خالص هتلاقي الدنيا متظبطة معاك. هنا بيقول لك ايه؟ العنصر الذي ينتهي تركيبه الالكتروني ب 6 اس 1 5 دي 10 يقع اسفل خرسين. الخرسين بيبقى موجود في المجموعة او في السلسلة الانتقالية الاولى اللي هي 3 دي، يبقى اكيد اللي تحتها على طول 4 دي، واكيد مش هتنفع ايه 5 دي، يبقى برضو الاجابة بقى مش هتنفع. طيب التركيب الالكتروني للمجموعة الرابعة، هنا المجموعة الرابعة بينتهي ب NS2 N ناقص واحد دي فيها 2. تعالى ناخد التيتانيوم. تيتانيوم عدد الذري 22، لما بنيجي نوزعه هيبقى ايه؟ R18. وبعدين 4S2 3D2، ده في المجموعة الرابعة. بص معايا بقى هتبقى NS2 وبعدين N ناقص واحد الدي فيها 2 إلكترون برضو، الإجابة بتاعتي هتبقى جي. طب بص تحت بيقول لك ايه؟ التركيب الالكتروني للمجموعه السبعه بينتهي ب اس والدي فيها 5. 5 زائد 1 هيبقى ب6، يبقى المجموعه بتاعتنا هنا كده غلط. هو كده بيتكلم عن المجموعه الشاذه بتاعت الكروم والعيله بتاعته، فالاجابه د برضو مش هتنفع. طيب نكمل في السؤال اللي بعده. عنصر انتقالي رئيسي، اول ما يقول لي انتقالي رئيسي يبقى كده انا موجود معايا في دي. اترجم الكلام اللي هو بيقوله لي. عنصر انتقالي رئيسي اكس ينتهي توزيعه الالكتروني ب 6 اس 2 5 دي 1. اي مما يلي صحيح؟ قبل ما نتكلم عن اي حاجه حدد لي الدوره والحاجات دي كلها. اول حاجه هو الدوره بتاعته. الدوره هنا اكبر رقم قبل الاس تبقى 6. المجموعه، ها، المجموعة معايا هتبقى ايه؟ 5 زائد 1 2 زائد 1 3، يبقى المجموعة 3 ايه؟ 3 بي. 3 بي. حلو. الفايف دي ده في انهي سلسلة؟ اول حاجة السلسلة الانتقالية الاولى 3 دي، السلسلة الانتقالية التانية 4 دي، السلسلة الانتقالية التالتة يبقى 5 دي. طيب بتنتهي سلسلته الانتقالية بعنصر الزنك؟ لا. طيب انا عايز اعرف السلسله الانتقاليه الاولى بتبقى بادئه بايه ومنتهيه بايه.
أول حاجة السلسلة الانتقالية الأولى تبدأ بسكانديوم وبتنتهي بخرسين. التانية تبدأ بيوتيريوم وتنتهي بكادميوم. التالتة بتبدأ بلانسينم وتنتهي بزئبق. طب هل السلسلة الانتقالية التالتة بتنتهي بكادميوم؟ الإجابة غلط. بعد كده يقع ضمن العناصر الانتقالية الثالثة. الإجابة دي صح، يقع ضمن السلسلة الانتقالية الرابعة. لو هو قال له الرابعة يعني معنى كده إن هي 6 دي. هل هو فينش ويز 6 دي؟ لا، يبقى الإجابة دي برضو غلط. إذا علمت أن العنصر X أحد عناصر الدورة N، وكان التوزيع الإلكتروني عندي NS N ناقص 2 N ناقص 1 دي فيها N ناقص إيه؟ واحد. فإن رتبة العناصر الانتقالية X وعدد الإلكترونات المفردة في ذرته. ذرته ده يعني إيه؟ يعني في الحالة المستقرة. ركز معايا، هو قال لك إن العنصر X من العناصر الانتقالية. تعالوا نجرب في الأرقام. خلي بالك أنا بداية العناصر الانتقالية معايا من الدورة الرابعة. يبقى هو هنا قال لك ان ال N ده رقم الدورة، احنا هنشيل ال N ونحط كام؟ 4. يبقى هنا ادي 4 اس. 4 ناقص 2 2. وبعدين 4 ناقص 1 هتبقى 3. 4 ناقص 1 هتبقى برضو ايه؟ 3. يبقى هو هنا بيقصد عنصر مين؟ عنصر الفاناديوم 23. طيب تعالوا نجرب. بما انه هو قال لنا سلسلة انتقالية اولى وسلسلة انتقالية تانية، تعالوا نجرب في المجموعة. بما انه هو بيتكلم عن المجموعة التانية او السلسلة الانتقالية التانية، تعالى نتكلم عن الفايف دي. لو انا جيت شلت الان دي وحطيت مكانها كام؟ حطيت مكانها 5، ادي 5. وبعدين الاس 5 ناقص 2 هتدي 3. هو الاس بتاخد 3 الكترونات يا سنة تالتة؟ قال لك لا، الاس بتاخد من 1 ل2 الكترون، اذا هي مستحيل تنفع ان هي تكون في الدورة الايه، او في السلسلة الانتقالية الثانية. يبقى الاجابات بتاعتي هتبقى في السلسلة الانتقالية الاولى. اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على الاس. ليه؟ لان الاس بتاخد من 1 ل2 الكترون ومستحيل تبقى 3. طيب يبقى انا كده معايا الدورة الاولى. طب انهي بقى الالكترونات المفرده؟ احنا قلنا ان الفاناديوم عندنا، او العنصر اللي احنا بنتكلم معاه هو الفاناديوم. الفاناديوم 23 توزيعه الالكتروني ارجون 18. وبعدين 4 اس 2 3 دي كام؟ 3. انا عايز اعرف الالكترونات المفرده. انا عارف ان دي عندها 5 اوربيتالات، 1 2 3 4، وادي الخامس معايا. ادي 1 2 3. يبقى معايا كام الكترون مفرد؟ الالكترونات المفردة عندي هتبقى 3، ومش هتنفع 5. يبقى الإجابة عندي ألف. إذا الإجابة جيم مش هتنفع برضه. العنصر الذي ينتهي تركيبه الإلكتروني. السؤال ده مهم جدا 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 فوق الوصف. لو سمحتوا علمولي عليه وافهموه كويس قوي. لما يجي يحدد لي نوع العنصر اللي معايا، أركز في حاجتين: الدي والاف. لو انا معايا 5 دي فيها واحد الكترون بس، والدي فيها من 1 ل 13 الكترون، يبقى احنا كده بنتكلم على اللانثانيدات. تاني، لو انا ببص على الفايف دي فيها واحد الكترون بس والاف لسه بتشبع، يبقى انا كده بتكلم عن لانثانيدات. طب امتى اقول ان انا معايا سلسلة انتقالية ثالثة؟ لما الاقي الفور اف فيها 14 الكترون والفايف دي بتاخد 2 مثلا، يبقى في الحالة دي بتكلم معاكم في سلسلة انتقالية ايه؟ تالتة. هنقف لحد كده من الأسئلة، وهنكمل إن شاء الله الأهمية الاقتصادية، وهنزل لكم الفيديو بأمر الله. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.